لنا بيت نسكن فيه. تهمي يا يما، ربي كريم. ربي ما ينساش عبده. يا والله إن ربي ما ينساش أحد. خلينا دحين لما نولي ندور لنا بيت نسكن فيه لله حلت بعد. حسن بس يما، على الله على الله. إن شاء الله ندور البيت ربي كريم. هاي كم محت أخوة نولي نسكن عندهم. ماتهم. أوه صح. الله، أنا دحين متهم بقتل أبي. والله يا رب العباد ما ضاق عبدك من قليل، عايش كأني في حداد بين الهموم حلي نزين. لا قلت سارين جداد واني على هذا القبيل الدار وانا في عناد. لو سمحت خدمة إنسانية. داري ما الوالدين عليه والله ندرب هنا. يا روح انت روح، ما احنا ما ندش شحاتين. هل في بيوت قديمة هنا بقريتكم؟ نعم في بيت في هذه القرية. ولكن بيت من؟ الوقت وعند طيب نوبة الحاج قاسم. وأخيرا حصلنا البيت، خلاص بنصير أغنياء. خلاص يا سيدي قاسم، لنقوم بأجمل بيت ونأخذ الكنز اللي فيه ونخرج بالقرية بأكمله. صبرك. كم عيال الحاج قاسم؟ وهذا الحاج قاسم عاد عايش؟ ها قاسم ولا فارع؟ نادي. والله وأتى البيت القديم ليدي. الآن أنت اذهب وأتني بالأخبار عن هذا البيت. وأعطيك بجميع الأخبار. لازم أول حاجة نبحث عن مترجم يترجم لنا عن الخرائط. الآن سيجدني هذا المترجم يترجم لنا الخرائط. الآن سأقوم باتصال أحد من المترجمين. أهلا يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. إننا أريد أنت الآن تجي تترجم. ماذا نترجم ولماذا؟ إنك تترجم لنا عن الخريطة عن الكنز المفقود. ألا تعطاني نقود؟ إنك أنت تجي وأنا أعطيك عيوني في الثنتين خلاص الحمد لله. الآن قمنا بالبحث عن المترجم، مع باقي نقوم ببحث عن الخريطة. أنت تعتقد يا سيدي أن نؤسي الخريطة في البيت؟ لا أنا أعتقد إنها الخريطة في البيت. شوف ولا واجه مترجم الدولة عندنا. قل له بحث عن البصائر. وين أمي وأخي؟ لازم أقوم أسوي اتصال. ألو، وين أنت؟ لازم تقتل أخي وأمي بأي طريقة اليوم. هذا الآن أدي لك الرقم حقهم، تمام؟ وأنت اتصل لهم تساكن أنت تدرهم بيت. خلاص. بس يا قلب والله ما في فلوس، يعني لو تمهني لما اشتغل واجيب لك عادي. والله أباقي رجال كف بهذه القرية مش مثل ما بعض الناس. يلا سوا، بس وين هذا البيت؟ ايش بصنعاء؟ أقول لك والله ما بحق المواصلات.
اطلع بكي تبدي حق المواصلات. يلا سوا الآن. يلا مع السلامة. كي رجال بعد القرية. يا ياما قومي قد بالخليفة.